الأستاذ الباحث الكبير ممثل لنا. والآن ندعو للأستاذة والسيدة شباب فاتحة رئيس قسم بالمديرية العامة لصندوق التعاون الفلاحي في مداخلة حول l'assurance agricole, outil efficace pour lutter contre les risques climatiques. فلتتفضل مشكورة مأجورة. إذا التأمين الفلاحي أداة فعالة لمحاربة الأخطار المناخية أو الجوية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء أود أن أرحب بالسادة الكرام الموجودين هنا. أيضا أريد أن أشكر الغرفة التجارية لنظم هذا الصالون تاع التجارة والفلاحة التجارة التي نظمت هذا الصالون للتوابل والخضر والفواكه في هذه المنطقة، وأعطتنا فرصة أنه نحضروا ونكونوا معكم. أيضا أرحب بالسادة الغرفة الفلاحية ومصلحة المديرية الفلاحية. وإحنا نجيناكم اليوم باش نقول لكم بأنه نعرفكم أولا التأمين. ما هو التأمين؟ لأنه عنده دور أساسي اليوم منذ انطلاق فعاليات هذا الصالون باسمي زكريا من جمعيه نسل الخير. باختصار ندخل معاك يعني نشارككم في هذا الصالون والرسائل ربما اللي تقدموها الى الشباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا اشكر اذاعه الزيبان على هذه الزياره وعلى هذه التغطيه المتميزه، كما نشكر الساده العارضين على تلبيتهم الدعوه. وبخصوص جمعيه نسل الخير نشكرها جزيل الشكر على المجهودات الجباره التي قامت بها من اجل انجاح وتنظيم هذا المعرض. كما نشكر منتدى وادي العرب الجزائري على التغطيه المتميزه التي قاموا بها. كما نطلب من الساده جريبه الواد او في ولايه بسكره او في الجزائر عموما، نقول لهم ان هناك شباب طاقة كاملة هنا في جزيرة الواد غير مستغلة. نطلب منكم أن تفتحوا لها باب النقاش وتفتحوا لها الباب، لأن إذا باكتسابكم لهم سوف هذا المعرض يبقى على الدوام إن شاء الله بشكل مستمر. إن شاء الله. نشكر إذاعة الزيبان مرة أخرى، كما نرحب بالضيوف من كل الولايات. مرحبا بكم بجزيرة الواد وشكرا خاص لكم. شكرا لك سيدي الكريم. الله ينعم. والتوابل الذي أقيم بمدينتكم مدينة جريبة الواد المضيافة. هذا الصالون هذا الذي نظم بمبادرة وبتزكية من السيد قبسي عبد المجيد والسيد والي الولاية، وبالتنسيق مع مديرية التجارة ومديرية السياحة لولاية بسكرة، وبالاشتراك مع بلديات جريبة الواد خندق سيدي ناجي والفيض والمزيلعة، وبإشراف السيد رئيس الدائرة، دون أن ننسى مساهمة كل من مصالح الأمن ومصالح الدرك ومصالح الحماية لدائرة جريبة الواد، وهم مشكورين على هذه المساهمة. ودون أن ننسى كذلك كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه التظاهرة التي نتمنى لها النجاح والمزيد من النجاحات في الأعوام القادمة إن شاء الله. وعليه وفي هذا الحفل الاختتامي إن شاء الله سيقوم مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية بسكرة بكلمة ختامية لهذا الصالون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رجاء وعلى آله وصحبه والتابعين. الحضور الكريم، السلطات المحلية،
نتقدم نيابة عن السيد والي الولاية بالشكر لجميع المشاركين في هذا الصالون الأول، ولن يكون الأول والأخير، سيكون الصالون الثاني والثالث والرابع ولا ما لا نهاية، وسيكون في طبعته القادمة إن شاء الله أكثر تنظيما وأكثر توسعا في عدد المشاركين وفي نوعية العرض. هذا الصالون أكيد أنه نظم في منطقة ذات طابع سياحي بامتياز. المواقع السياحية بهذه الدائرة يمكن تصنيفها عالميا. بالنسبة للتجارة وبالنسبة للخضر والفواكه فهي مخزون كبير، ويمكن القول أنها بورصة للخضر والفواكه والتوابل على المستوى الوطني. وباختصار نتقدم بالشكر باسم جميع المنظمين، للسيد معالي وزير التجارة ووزير السياحة والصناعة التقليدية على رعايتهم لهذا الصالون، وللسلطات المدنية، للرؤساء المجالس الشعبية البلدية، السيد رئيس الدائرة والسلطات العسكرية والأمنية على مستوى الدائرة، وجميع مواطني خاصة مواطني دائرة زريبة الواد بحضورهم ومشاركتهم الفعالة، لأن حضورهم كان لنا تشجيع باش نزيدوا نعاودوا ونزيدوا ننظموا هذا الصالون هذا. إذا موعد العام القادم إن شاء الله. ونيابة عن السيد والي الولاية نعلن عن اختتام فعاليات الصالون الدولي الأول السياحي والتجاري للخضر والفواكه والتوابل. والسلام عليكم وشكرا. جاسة عبد الكريم نسبة مزالة هو فتح الحدود ان شاء الله يا رب. وانا بالمناسبه بالامس واليوم وغدا بالمناسبه والله العظيم اذا هبط في مطار الهواري بوم ديالي لا الدموع خرجوا من عينيا بكرامه هذا الشعب الجميل تاعك والله. امين ربي يحفظك وشكر الله سعيكم. تحية الناس الخير زريبة الواد. هاي ناس الخير ناس الخير اهل الخير هاي اهل الخير. السلام عليكم بالتوفيق.